قامت جمعية قرب الخير برحلة إلى دوار أبرخاش بنواحي الحوز، وإليكم هذا الفيديو اللي غادي يوضح لكم كيف كانت هذه الرحلة وبأي هدف كانت. واول حاجه كتقيسك هي داك الوليدات اللي كيكونوا غاديين على البيكالا في عز ديال الشتا. وهذا هو هربل، احسن حاجه ممكن تفطر بها في منطقه بحال هذه. وهكذا بدات طريقنا بلا ما نتكلموا على المخاطر ديال الطريق والصعوبات اللي لقينا باش نوصلوا لعين المكان. وهانتم بعينيكم غادي تشوفوا جميع العقبات اللي لقينا، ومنها هاد الحصله اللي حصلنا بالطوموبيل، والحمد لله داركناها وقدرنا نوصلوا للمكان اللي بغينا. هالخطر ملي كتبقى تصب الشتا الحجر اللي الشتا طايح. وهذه حصله من الحصلات، هذه غير الاولى، والناس غاديين يقراو هادشي راه باقي ما لقيناش فين غادي شفنا على الطريق. وهذه الحصله الثانيه اللي كانت شويه خطيره، الطوموبيل باغا تزيد ولكن كتجلسي جيت الحافه، هادشي اللي خلنا اضطرينا باش ننزلوا حتى يخرج الطوموبيل على خاطره. وبالنسبه لينا كان هادشي عادي، لاننا هادشي كله كنحطوه في الانتظارات ديالنا. وهذه وحده اخرى ولكن كانت هي الاخرى. وهكذا بدات مغامرتنا الشيقه في هذا الدوار، ولعبنا معاهم ونشدوا لينا حتى الوليدات الصغار ورحبوا بينا. وما نساوش باللي راهم نشدوا لينا ورحبوا بينا بطريقتهم الخاصه كيف غتشوفوا في هذا الفيديو. ترقبوا معنا ونخليكم مع احلى اللحظات بالفيديو العمل الخيري بدوار أبرخاش. ديتي ساعة مزيان ومع الآخر تاخذ ديال نص ساعة. شوف هذا مزيان يبقى عندكم في الدار، هذا ديما تاخذيه مع الفوق هذا من بعد. هنايا سمحيليا هذوك الوراق ديالهم ما كاينوش ديجا المحلول. عندك زينه ولا هو ما عندهاش حتى كارطون ديال البوا ولا شي بنتها ولا شي غادي شي فريمون مشروع سمحيليا بنتي دقيقه عاد. لا اللي خدات دوز منها يا سير سير ثاني يجي جري
مشينا مهمتنا. وما هذا الفيديو الا رساله لجميع الجمعيات باش يزيدوا يبادروا بهذه الاعمال الخيريه في هذه المناطق اللي مازال محتاجه لنا اشد الاحتياج. شكرا لكم، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما عليكم الا تواصلوا هذا العمل. تبارك Shall